السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. ايه رأيكم في الكفتة الجامدة دي؟ عملناها النهاردة من نص كيلو لحمة، بس صدقوني طعمها ولا أروع. شايفين الجمال؟ مكوناتنا ايه؟ نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون فيها كده نسبة من الدهن، معانا بصلاية متوسطة، معانا معلقتين كبار من النشا، بيضة، ودي ربع كوباية من البرغل. غسلناها ونقعناها وده كان شكلها. كمان معانا أوراق من البقدونس. هحط طبعا اللحمة بتاعتي في بولة. هنزل بقى في الكبة بكل المكونات اللي هي عبارة عن ايه: البيضة والبصل، الفلفل الأسود، النشا، وكمان معانا معلقة كبيرة من بهارات الكفتة والبرغل. طبعا هضرب كل ده وهنعمه كويس. شايفين شكله؟ ولسه ما حطيناش اللحمة. ضفناها بقى على اللحمة، هنعجنها كويس خالص اهو بالشكل ده كده، وهنسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة. وده كان شكلها يا حبايبي. هنعمل بقى السلطة البلدي الحلوة بتاعتنا. معنا بقدونس وخيار وطماطم، ومعانا بصلاية وفلفل أخضر. هغسل كل ده وهرجع لكم. هنا بقى يا حبايبي كنا طلعنا الكفتة بتاعتنا. انا كنت شايله ميه البصل، حطيت عليها معلقه صغيره من الصلصه، بصراحه بتدي لون حلو للكفته. وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وبدات اصبع الكفته اهو بالشكل ده. اهو شايفين؟ في اسهل من كده؟ لا مفيش. هنعمل بقى كده الحركات والتكات بتاعتنا عشان يطلع شكلها حلو كده وجميل. ايه رأيكم؟ طبعا انا مسحه الصينيه بتاعتي مسحه صغيره من الزيت، لاني لسه هضيف لها مكون هيخلي ريحتها وطعمها ولا اروع. وجبنا السر اهو، معلقه من الدهن او من اللية انا مسيحاها اهو. هفرقها كده في الصينيه وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. هنا بقى كنت قطعت السلطه بتاعتي في بوله. احط معلقه من الشطه، معلقه من الملح المبهر، وكوبايه من التلج اهو. وليه التلج يا زوزة؟ هقول لكم ليه. عشان الخضار بتاعي ما يتبلش ويفضل حلو كده ومصحصح. شايفين السلطة ولا اروع؟ يلا صحتين وهنا على قلبكم. هقلب بقى كل ده كويس، وكمان هضيف لهم عصرة ليمونة، وكده خلصنا السلطة. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. بصلة تاني بقى يا حبايبي، احط لها برضو معلقة من الملح المبهر مع معلقة صغيرة من السماق، وكنت قالية شوية بطاطس، وهقلبهم كلهم مع بعض. هنا بقى كانت خلاص استوت معانا الكفتة، ما خدتش نص ساعة في الفرن. وهنا شايفين بقى مية السلطة؟ الله الله. وحطينا بقى شوية على البطاطس. صدقوني البطاطس دي بيبقى طعمها احلى من الكفتة. ومعانا العيش البلدي بتاعنا، ومعانا كمان سلطة طحينة. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الكفتة طرية ازاي وجوسي؟ شايفين شكلها ولا طعمها ولا أروع؟ بنص كيلو لحمة عملنا الكمية دي، والله طعمها كان جميل. وده كان فطارنا النهاردة. طبعا كنا صايمين، كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة ده كان فطارنا. هنعمل بقى سندوتش بقى كده وندلع نفسنا. حطينا طحينة، حطينا معلقتين من السلطة، شوية بطاطس من اللي احنا قليهم اهو، كمان الكفتة بتاعتنا، واحط لها كمان طحينة. ايه رأيكم في السندوتش ده؟ صحتين وهنا على قلبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي ما تشتركتش في القناة لسه تشترك بقى وتفعل الجرس عشان يوصلها مني كل جديد. واشوفكم فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم.